السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ منورين مطبخ نونو. النهاردة هنعمل أكلة من ألذ الأكلات اللي هنعملها سوا مع بعضنا. تعالوا نشوفوا المكونات مع بعض. شيش طاووق ورز بسمتي. أنا حاطة الفراخ نقعاها في محلول النقع. معانا شيش طاووق لحمة وفراخ. معانا المكونات: زبادي، باربيكيو، وصويا صوص، زيت وخل وملح وفلفل اسود وزنجبيل وسبع بهارات شيش طاووق وكبابه صيني وزر الورد وروزميري وزعتر. حطينا كل المكونات في قلب الطبق زي ما انتم شايفين. وبعد كده خلطناهم جامد، قلبتهم جامد. وبعد كده قمت متبله الشيش طاووق كله، الشيش طاووق اللحمه والفراخ، حطيتهم في قلب بعض. وحطيت الفلفل معاهم والبصل اللي ياخدوا الطعم كله. مقلباهم كلهم في قلب بعضيهم. وبعد كده حطيت في السياخ الشيش طاووق زي ما هتشوفوا دلوقتي. اقلبهم مع بعضيهم جامد. وبعد كده احط بصلايه وفلفلايه. وبعد كده الفرخه. وبرده افضل اعمل في السياخ زي ما انتم شايفين كده. وخلصنا هقوم ماسكه الصينيه سرفيس كبير واقوم عاملاه بالفويل. وبعد الفويل اعمل زي ما انتم شايفين كده، واحده من واحده كده، واحده كده، واحده كده، واحده كده، عكس بعض. بعد كده هقوم مدخلاهم الفرن على درجه حراره 200. حابين تولعوا عليها فوق في صينيه او في جريل ماشي برده، بس انا حبيت ان انا احطها في الفرن تبقى ليها تطعيمه احسن. كده بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين في السرفيس كده. هدخله دلوقتي. وكده مع بعضنا المكونات بتاعه الرز البسمتي. معانا سمنه، زيت، بصل، زبيب، بهارات، ورق رورو، وعود قرفه، ومرقه دجاج فوريه، نص معلقه صغيره فلفل اسود، وكبابه صيني مستكه. وعلى المقادير دي كلها نص كيلو رز بسمتي. هنحط السمنه والزيت. وبعد كده هنحمر البصلايه هندبلها. وبعد كده هننزل بالزبيب. بعد ما الزبيب ينفش شويه اقوم نازله بالبهارات اللي انتوا شايفينها اللي قدامكم دي. بعد كده اقوم التوابل بتاعه البهارات تطلع الريحه. اقوم نازله بالرز زي ما انتوا شايفين. وهنزل معايا هنا من امبارح مرقه الدجاج بتاعه الشوربه بتاعه اللحمه الضاني. انا حبه طحينه. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهاردة، وده الشكل النهائي بتاعنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. استنوني الفيديو الجاي بوصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.